بتقوس على بيوت مدنيه بس ما صار مسالم بمنزله أصيبت بطلق ناري مباشر في الرأس من خلال قناص موجود لا يزال على أحد هذه الأسطح الموجودة. تقريبا مريم فيك تقولي ظهرت شي الساعة 12 إلا ربع، يعني لهون إلا 5 هيك شيء، لأنه هذا التوقيت عادة بيجي الفان المدرسة، وفي فان كان عالق هون لونه أبيض صار يزمر كتير. الظاهر هي من هذا الزمور فكرت إنه هاجر وصلت أو شيء، لأنه أكيد هي شو راح يظهرها إنه في إطلاق نار، بس خوفة على هاجر وعلى بنتها وهيك اضطرت الظاهر انه تظهر لهون. الساعة 12 تقريبا و12 و5 فقدنا نحن كنا تحت قاعدين انا وبيت اهلي، يعني بيقول لي ابني مهدي بيقول لي انه ماما مش مبينه مش سامعين صوتها او شيء. قلت له اطلع انه فقدها بقلب البيت. طلع لهون ولقاها يعني هي مستجدة بلحظتها دغري، لانه مريم لما طلعنا انا وابني لقيناها ممددة، يعني كانت بهذا الاتجاه. الطلقة اللي اجت براسها رميتها باتجاه هيك، يعني لما طلعت انا شفتها هون ممددة هيك وراسها كان تحت هيدا. تقرير الطبيب الشرعي كمان هن اخذوه مديرية المخابرات، وحتى قاسوا المسافات من هون لهونيك ورسموا خيط ودرسوا الامتار كلها، قالوا انه عن مسافة بعيدة، يعني اكثر من حوالي 150 متر قل شيء يعني بهذا الاتجاه. خط نار طبعا. حتى الطلقة اللي استشهدت فيها مريم مش طلقة صغيرة، يعني طلقة كبيرة، يعني من العيار الكبير. حتى فجوة الإصابة بالدماغ، يعني أنا مريم دماغها كان على الأرض، وفي شقفة كمان من الراس كمان شقفة كبيرة، يعني مشهد ما فيني أوصف لك إياه. مشهد بعده موجود بداخلي بس ما فيني أذكرك إياه على الإعلام، يعني مشهد كتير كتير كان مأساوي كتير صعب. دم مريم فدى لبنان مع باقي الشهداء كمان، فدى الوطن، وكان في مخطط انه يصير في فتنة داخلية من منطقة لمنطقة، والحمد لله بوعي قيادة حزب الله وقيادة حركة أمل وعوائل الشهداء والجرحى قدرنا أنه نضبط الوضع. بس في عندك جهة هي ما بدها هذا الشيء، بدها تضل تخربط، بدها تضل تعمل شرخ وتعمل هيدي. نحن أصلا بنكره خط التماس، بنكره الفتنة الداخلية، بنكره كل هذه الأحداث. معانا لبنان معانا ودفعنا ثمن غالي، ما رح نترك الموضوع. يعني دم مريم ما رح يروح هيك، مش هيك يعني انه مرة مظلومة بوضح النهار انقتلت قدام الرأي كل العالم وكل الناس شافت هذا المشهد ويجي يقول لك انا ايه انه خلص انتهى الموضوع. لا، ما رح ينتهي الموضوع هيك بصريح العبارة. عم بقول لك اذا ما بده القضاء يرجع يتابع الملف ويصير فيه توقيفات ويتحاكموا، لكل حادث حديث.